بانت الكثير من الأمور المخفية. يعني أنا أترحم على جمعية وعد وعلى طيف من أطياف التيار الليبرالي في البحرين أنه وصل إلى هذه المرحلة، نزل إلى هذا المستوى. في خيمة منيرة فخر مرشحة جمعية وعد توالت الردود الإسلامية من جمهور الخيمة الذي من المفترض أن يشكل الليبراليون نصيب الأسد منه، وهو ما يعكس ما ذهبت إليه الصحافة البحرينية من أن جمعية الوفاق الإسلامي تزرع أنصارها في خيام وعد من باب التمويه الانتخابي. عبد الجليل إحنا ما حد جاب لنا البلاوي لأصحاب العمائر اللي انتم وياهم. أصحاب الخيام البرتقالية لم ينفوا الاتفاق، لكنهم أكدوا أن هناك نقاط اختلاف نابعة من مرجعية الجمعيتين. نحن نتفق مع الوفاق في عدة ملفات، احنا ما عندنا تحالف ولكن عندنا ملفات. جمعية وعد المعارضة استبعدت الانضمام إلى كتلة الوفاق، غير أنها لا تنكر تحالفها معها انتخابيا، في دلالة على أن السياسة تجمع الأضداد أيضا. نواب وفاقيون يدعمون مرشحي وعد في خيامهم الانتخابية، مما يثبت طبيعة العلاقة بين الجمعيتين. من مدينة عيسى وسط البحرين، محمد العرب، العربية. ونتابع هذا الموضوع من المنامة مع الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر. سيدة سوسن، مساء الخير. هل برأيك هذا التحالف الشيعي الشيوعي مظهر صحة في البحرين؟ وصراحة هو يعني التحالف بشكل عام بين القوى السياسية شيء مألوف ومعروف في كل العالم، يعني خاصة أيام الانتخابات. بس ما هو غير مألوف أن يتحالف أو تتحالف قوى سياسية ليبرالية يعني تعشم فيها شعب البحرين أن تجمع أطيافه المتعددة، أن تتحالف مع قوى لا تنكر بأنها قوى شيعية يعني تشكيلا وتنظيما وتوجها، يعني ولا ذات مرجعية دينية تأتمر بأمرها وترجع لها. والقوى الليبرالية اليسارية كل يعرف أيديولوجيتها التي تتناقض تماما مع القوى الدينية. إذا لماذا سيدة سوسن، إذا لماذا إذا كان عذرا للمقاطعة، إذا كان هذا التضاد، يعني لماذا الآن يكون هذا التحالف؟ هي أنا أعتبرها يعني المشكلة في أن يعني ليس تحالف فقط، لأن الوفاق أعلنت أنها لا ترفض أن تشكل قائمة وطنية، وما قبلت يعني لو كان في تحالف حقيقي صحي مثل ما يقال كان أشركتهم في قائمة واحدة، لكنها لم تتنازل حتى عن دائرة واحدة من دوائرها، ليس لأن الوفاق كما أعلنت تريد 18 دائرة تضمنها، لا، لأن المرجعية الدينية أيضا صرحت بأكثر من مرة أنها يعني غير لا تسمح بتمكين العلمانيين. ومع ذلك سمحت انتهازية الجمعية اليسارية ورغبتها في الوصول بأي ثمن بأنها تتحالف مع الجمعية التي تتناقض معها والتي رفضتها في قائمتها. طيب، ما هي حظوظ هذا الائتلاف أو التحالف بين التيارين في هذه الانتخابات البرلمانية في البحرين المقبلة؟ يعني من السابق لأوانه، لكن أنا أتصور أن حظوظها ضعيفة، لأن الدوائر التي يعني ترشحوا فيها نسبة القبول لهالنوع من هذا الطرح يعني ضعيفة الحظوظ، خاصة أن الخيام التي نشهدها أغلبها جمهور وفاقي من خارج الدائرة، يعني مش من أبناء الدائرة. وما الذي يعني ذلك؟ هذا الزواج أو الهجين هذا غير مقبول شعبيا. احنا يعني كنا نتعشم في أن تكون هناك يعني جمعيات معارضة ومعارضة شرسة، هذا نرغب فيه كمجتمع بحريني، ونرغب في معارضة لا تتهاون ولا توالي، وعندما تكون هناك حاجة لرقابة واستعمال استخدام الأدوات البرلمانية تستخدمها بشدة. ولكن ما الذي يعني يضمن لي إذا كانت هذه القوى السياسية وضعت يدها في يد حتى من اتهموا بالإرهاب في مقابل أن تكون تبحث لها عن قاعدة شعبية؟ وصلت الفكرة. نعم، خليني أنا أؤمن لها. شكرا جزيلا لك، وضحت الفكرة جليا. شكرا لك من المنامة الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر.